بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. أحد الاضطرابات النفسية اللي بتصيب حوالي نسبة 1.1% إلى 1.8% من سكان العالم حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية. يبدأ الاضطراب ده يصيب المتوسط في عمر بيتراوح ما بين 19 سنة إلى 20 سنة تقريبا، ولكن حوالي 25% من المصابين بيبدأ معاهم الاضطراب ده في عمر 14 سنة. الاضطراب ده بيجعل صاحبه متوتر جدا وفي حالة من القلق الشديد، بيصدر عنه بعض التصرفات الغير إرادية القهرية، زي مثلا تكرار غسيل ايديه اكتر من مرة بالرغم ان هي نظيفة، تكرار تفكيره في اكتر من فكرة معينة ممكن تكون مسيطرة على ذهنه بطريقة كبيرة جدا وما يقدرش يطلع من دايرتها، تكرار غلق وفتح الباب او البوتاجاز ويتأكد انا قفلت الباب، انا قفلت البوتاجاز كويس، انا قفلت الشبابيك كويس، وممكن لو نزل تحت البيت يطلع تاني يفتح ويشوف ويتأكد هل هو قفل كويس جدا ويطمئن ولا لا. الحقيقة صاحب الاضطراب ده بيكون في معاناة شديدة جدا، ممكن يكون المحيطين بيه مش مقدرين حجم المعاناة اللي هو فيها، وممكن يكونوا بيعنفوه أو بيسخروا منه أو يستهزئوا ويضحكوا عليه. هيطلع يشوف الباب، هيخش الحمام يقعد 3 ساعات وهو غصب عنه، وبيكون في معاناة شديدة جدا. وهنا بيكون محتاج علاج، يا إما علاج دوائي عند مختص أو طبيب نفسي أو علاج سلوكي معرفي. يا ترى الاضطراب اللي احنا بنتكلم عنه ده ايه؟ هو اضطراب الوسواس القهري، عافانا الله وإياكم يا رب العالمين. يا ترى ايه هو؟ يا ترى ايه هي الأسباب والأعراض وطرق العلاج؟ هنعرف كل التفاصيل دي بإذن الله تعالى مع ضيفتنا اللي مشرفانا الأستاذة حنان بشير، الباحثة في الدراسات الإسلامية والصحة النفسية. السلام عليكم وأهلا ومرحبا يا أستاذة حنان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك، شكرا على الاستضافة. شكرا لحضرتك وأهلا ومرحبا بك. بداية أستاذة حنان، خلينا نلقي الضوء على اضطراب الوسواس القهري، ما هو وما هو تعريفه؟ طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الوسواس القهري أو بالإنجليزي Obsessive Compulsive Disorder، إحنا بالعادة بنقول OCD، عنده OCD وعندها OCD. فهذا واحد من الاضطرابات النفسية اللي يعاني فيها الشخص. فزي ما ذكرتي بيكون عنده وسواس، فتكرار أفكار معينة، مخاوف. فهذه يعني بتكون جدا صعبة، فأفكار معينة دائما بتتكرر عليه، فهذه بتؤدي إلى قلق. إنه لو أنا ما عملت، يعني إذا ما عملت حاجة عشان إني أبعد هذه الأفكار أو إني أعالجها بطريقة ما، فهذه الأفكار حتزيد والشخص ما يتحمل. فهذا القلق بيؤدي إلى سلوكيات قهرية، فهو الشخص بيحس إنه لازم يتصرف بطريقة معينة على أساس إنه يعني يرتاح من هذه الأفكار اللي بتتكرر. طبعا بالضبط. الراحة هذه بتكون مؤقتة، لأنها بعد ما يعمل هذا الشيء وبيعمل بطريقة معينة، تكرار سلوكيات ليحاول التخلص من هذه الأفكار، بتكون راحة مؤقتة، لأن بعد فترة الأفكار بترجع مرة تانية، فنبدأ الحلقة من أولها. بالضبط. طيب، خلينا نتكلم عن أسباب الوسواس القهري، لأن كتير من الأهالي لما بيكون عندهم حالة في العيلة، سواء كان مثلا شاب كبير أو لسه في عمر 14 و15 سنة، يستعجبوا ويقولوا مفيش حد في العيلة عندنا مر بموضوع الوسواس القهري، واحنا أول مرة نشوفه مع بنتنا أو مع ابننا. خلينا نتكلم عن أسبابه، وهل له علاقة بالعامل الجيني والوراثي ولا لا؟ هو العلاقة بالعامل الجيني والوراثي لسه ما أتأكد، لكن في يعني كلام إنه تكون عوامل عائلية أكتر، فإنه يمكن كان في العائلة أحد عنده نوع من الوسواس القهري،
فيكون إيش عامل مش إنه يعني عدوى، بس إنه الواحد التاني اتعلم الشيء هذا أو إنه أخذ اكتسبوا. الفكرة. مم. نعم اكتسبوا. فهذا ممكن يكون ما بين هل هو جينات، هل هو بسبب البيئة اللي هم عايشين فيها، فلسه في كلام في الموضوع ده. الحاجة الثانية اللي هو بيكون يعني بيؤدي إلى العلاج الدوائي، إن يكون عامل بيولوجي. ففي تغيير في وظائف الدماغ، يكون في نوع من الاختلاف في بعض توازن النواقل العصبية في الدماغ من السيروتونين. ف فهذا بيؤدي إلى الوسواس القهري، ومن ثم يعني الواحد بيبدأ يفهم طيب عشان كده الطبيب مثلا وصف لي دواء، لأنه ممكن يكون له هذه الصلة. والعوامل البيئية، مثلا الشخص هذا تعرض إلى صدمة، إلى فقد عزيز، إلى حادث كبير، لأنه اضطراب نفسي. فسبحان الله الواحد أحيانا يعني الواحد ما بيعرف، يعني العقل والدماغ لسه يعني بحر العلم ما اكتشفه. فردة الفعل الدفاعية بتكون إنه يدخل على إنه طيب عشان إنه ما يحصل لي هذا الحدث الكبير مرة تانية، العقل يجي أفكار إنه هذه الأسباب. طيب أنا كيف أنا يعني أوقف هذه الأسباب؟ إني لازم أعمل ألف باء تاء بالطريقة المعينة 15 مرات في اليوم إلى آخره. فهذا ممكن يكون أيضا من الأسباب، أن يكون في تعرض لسوء معاملة، اعتداء، حادث كبير إلى آخره. حضرتك ذكرت يا أستاذة حنان في خضام كلامك إن بعض الصدمات زي مثلا فقد عزيز أو ما إلى ذلك ممكن تسبب الوسواس القهري. طيب خلينا نتكلم عن غير الصدمات. هل مثلا المشاكل الأسرية، انفصال الوالدين، موت أحد الوالدين، مثلا فشلوا في دراسة، سقط مرة في الجامعة، هل الأمور دي الأحداث دي ممكن تأثر عليه وتخليه يصاب بالوسواس القهري؟ وبشكل عام يعني الحوادث اللي زي ما ذكرتيها، هو الموضوع مش هو في الحادث نفسه، هو كيف التعامل مع الحادث. فمثلا ممكن يكون يعني طلاق أو وفاة شخص عزيز، لكن إذا الشخص هذا عنده المهارات اللي يتعامل فيها وعنده السند حواليه، فإنه أي حادث يتحول إلى اضطراب نفسي أيا كان، سواء قهري أو أنواع أخرى، هذا يعني فرص احتمالاتها بتقل. لكن لما الشخص مثلا بيكون إما جدا صغير في العمر، فلسه مش يعني لسه المهارات ما تطورت عنده، حتى مش فقط المهارات، يعني حتى يعني عقليته لسه ما تطورت ولسه صغير، أو ما عنده المهارات أو ما كان عنده الدعم أصلا، فهذا بيخلي احتمال إنه نوع من الاضطرابات النفسية تتطور، هذا بيكون يعني احتمال بيكون أكبر. فمن الأشياء مثلا كان في مثال عن شخص وهو صغير، يعني كان عنده يعني نوع من ممكن تقول زي الوسواس القهري، لكن الموضوع تفاقم لما أمه وأبوه انفصلوا، وكانت يعني حالة انفصال صعبة. لكن يعني هو كان عنده مؤشرات أو بدايات ولكن ما كانتش ظاهرة، ولكن في حالة انفصال الأهل الأب والأم ده يعني دعم الوسواس عنده وبدأ يظهر عنده بقوة. نعم. لكن هو طبعا هو يعني ذهب إلى الطبيب وأخذ الأدوية والعلاج السلوكي وتحسن، لكن بعدها بفترة مر بمرحلة أخرى لما راح الجامعة وكان في ظروف أخرى يعني مر بيها، فرجع له مرة تانية الوسواس القهري. فهو أحيانا يعني العلاج بيحسن أو بيخفف من الأعراض وبيدي المريض يعني القدرة إنه يتعامل معها، لكن احتمال إنها ترجع ممكن، لأنه هي عبارة عن يعني مهارات. يعني يا أستاذة حنان، يعني معنى كده إن الوسواس القهري لا يشفى نهائيا؟ هو المريض الوسواس القهري هيعيش طول حياته بياخد الأدوية ويستمر عليها علشان نقدر نسيطر على الأفكار دي، ومش هنقدر نقول إن هو هيتعافى منه نهائي؟ لا، ما نقول كذا، لأنه هو الحين لما يعني نتكلم بشكل عام، إحنا يعني أي إنسان ما عنده مثلا اضطرابات
يعني كم مرة بتيجينا أفكار ونقول لا هذا ما كويس، هذا ما يعني في أشياء مثلا أفكار بتجينا، لكن إحنا بنقدر نفرق ما بين إنه هذه فكرة سيئة وهذه فكرة حسنة، هذه حاجة أقدر أعملها وهذه حاجة مفروض ما أعملها. لكن الشخص اللي بيكون عنده وسواس قهري، هذه الأفكار ما بس بتدخل وتمر، بتسيطر على هذا الشخص لدرجة إنه يحتاج إنه يبدأ يعني يدخل في سلوكيات معينة عشان يقدر يتخلص، عشان يقدر يتخلص من هذه الأفكار، أو لو حتى يعني مؤقتا. فالفكرة إيش هي؟ إنه الإنسان بالذات العلاج السلوكي اللي بيساعد الشخص هذا إنه يقدر يفرق ما بين إنه هذه أفكاري أنا، ولا أفكار بس بتمر وتروح، يعني حتيجي وتروح. هل هذا يعني مرتبط إن مثلا لو أنا ما غسلت يدي أو يعني ما توضيت 10 مرات أو إلى آخره، لو ما عملت هذه الأمور، الفكرة الموجودة إنه مثلا ممكن أموت، ممكن يعني أوصل العدوى أصاب بتلوث. بالضبط. يكون في تلوث، يكون في مثلا لو أنا ما تأكدت إنه البوتاجاز يعني مقفل إلى آخره، يعني فهذه يكون في فصل ما بين إنه هذه فكرة فقط، وإنه التهويل والهواجس اللي جاية منها ما راح تكون. فهذا يعني فائدة كمان مش فقط الأدوية بس العلاج السلوكي، إنه بيخليك أقرب إلى أي واحد عادي زينا، يعني بيقدر يفرق إنه هذه لا، يعني هذه تهويلات، عبارة عن فكرة، مش لازم أنا أتصرف بالطريقة هذه عشان أتخلص من الفكرة. أقدر أنا يعني أطمن إنه هذه فقط فكرة. ففي ناس ممكن ياخذ لهم وقت، في ناس يعني بيبدأوا يعني يتقبلوا هذا الشيء بشكل أسرع وبيكون في تغيير. فالمسألة إيش هي؟ إنه مش إنه يعني ما إحنا نوصل المرحلة ما عندنا أي أفكار من هذا النوع. إحنا طيب لازم نتذكر إحنا هنتكلم عن العلاج السلوكي المعرفي والعلاج الدوائي، وبالتفصيل بقى يعني إيه أصلا سلوكي معرفي، لأن في بعض الناس ممكن تكون مش على دراية بيها. ولكن قبل الكلام عنهم خلينا نتكلم عن الأعراض. يعني لو في أب أو أم بدأوا يلاحظوا تصرفات معينة على ابنهم أو على بنتهم، ايه هي التصرفات دي علشان يقدروا يقولوا لا ده كده في أعراض بتشير انه داخل على وسواس قهري؟ ايه ابرز الاعراض؟ العرض اللي هو الأساسي هي الأفكار نفسها. فبيكون في ممكن ينتبهوا من خلال كلام الشخص إنه خايف من إصابة بمرض معين، إنه يعني ما زال يعني متأثر بالحادث اللي حصل. فبس أحيانا بيكون صعب، لأنه هذه كلها بتكون إيش جوا الإنسان، صعب إن الواحد يشوفها. لكن ممكن من الكلام، من في عزلة الشخص، تصرفات معينة هو ممكن يكون بيعملها. هذه لم تيجي على السلوكيات، لكن قبلها، قبل حتى التصرفات، أيوة. من بسبب المخاوف هذه ممكن هذا الإنسان يعني يختار العزلة، يختار إنه مثلا ما يبغى يروح المدرسة، أو ما يبغى يروح الشغل، أو يبعد عن أماكن معينة، لأنه في عقله هذه الأماكن حتى يعني زي ما يقولوا triggers، هذه محفزات بتخلي الفكرة عنده تيجي أو بتزداد. فهو يبغى يبعد عن المكان أو يبعد عن الأشخاص على أساس إنه الفكرة ما تكون عنده موجودة، أو ما تكون موجودة بشكل قوي. بعدين يجي على تصرفات، لأن هذه الأفكار هي ما فقط أفكار، عبارة عن هواجس وسوسة بتجيب يعني بسبب القلق الشديد عند الشخص، لدرجة إنه الحين لازم أنا أتصرف بالطريقة هذه عشان أتخلص من هذا الوسواس. فمنها أشياء ذكرتيها، مثلا إنه بيكون يعني لما يجي على التنظيف بينظف بطريقة معينة، لازم تكون رقم معين مثلا، أو لازم تكون طريقة معينة. لو مثلا ما نظفنا من الجهة اليمنى للجهة اليسرى وعملنا 3-4 مرات، هذا ما ينفع تنظيف، يعني هو ما بيعتبره تنظيف. ترتيب الأشياء بتكون طريقة معينة. في كلمات يعني مثلا ممكن جمل معينة يحس إنه لازم يقولها، أو لازم يقولها بطريقة معينة. فأشياء فلازم ف
النقطة هنا المهمة إنه هل هذه بتأثر على حياة الشخص العادية؟ مثلا زي ما قلت إنه ما يبغى يروح مدرسة، ما يبغى يروح الشغل، بياخد ساعات وساعات عشان يعمل هذا الشيء، يعني الأمور التانية في حياته بتبدأ يعني تتأثر، تتعطل علاقاته الشخصية وتتوقف. بدأت تتأثر. مم. طيب أستاذة حنان، احنا اتكلمنا عن بعض الأعراض. في ناس ممكن يعني تنظر للأعراض دي إنها ما زالت يعني لسه في طور السيطرة، بيغسل إيده يعني 50 مرة مش مشكلة، بيفكر في أفكار كده معينة خلاص مش مشكلة. لكن هل في نتائج مترتبة على الوسواس القهري تقولي ده في مرحلة خطيرة جدا وفي مرحلة عالية؟ لأن احنا عارفين الوسواس القهري زي أي مرض له مراحل، مرحلة أولى ومرحلة وسطى ثم مرحلة متأخرة، وبيبقى محتاج علاج يعني ممكن يصل لا قدر الله لا قدر الله لصدمات كهربائية بعد كده. لسه هنتكلم مع حضرتك عن العلاج. امتى تقولي ان الشخص ده في حالة خطيرة لانه عمل التصرفات دي؟ ايه التصرفات او الاعراض اللي تدل ان الوسواس القهري وصل لمرحلة كبيرة جدا؟ هذه التصرفات بدأت تأثر على حياته، فمثلا كثرة التنظيف أو إلى آخره. فالحاجة اللي ممكن تحصل بعدها يكون في تأثير على الجلد، لأنه بيستخدموا مثلا منظفات إلى آخره. فهذه يعني هذه بدأت تأثر على حاجات تانية في حياته أو حياتها هي. ممكن يكون في إنه هذا الإنسان اختار إنه ينعزل تماما، خلاص يعني ما يبغى يكلم أحد، ما يبغى يطلع من البيت، يبغى يكون في الحيز اللي هو فيه اللي هو يقدر يسيطر عليه. إنه علاقاته بدأت تتأثر، مثلا زوج بزوجته، الأطفال مع أخوانهم، مع أهليهم، أمهم وأبوهم. أيضا هذا الوسواس القهري ممكن يعني يضاف إليه اضطرابات نفسية أخرى، ممكن يأتي الاكتئاب، ممكن يأتي اضطرابات في الأكل، أنواع من الإدمان، لأنه هذا الإنسان يبغى يعني يحاول إنه كيف أتخلص من هذا القلق، من هذه الوساوس، كيف يعني أتخلص منها. فللأسف ممكن يدخل أنواع من الإدمان، وفي أيضا كمان نسبة بيبدأ يفكر في الانتحار. ده لما بيكون وصل لنسبة يعني مرحلة كبيرة جدا إنه هو مش قادر على إنه دوامة الفكر اللي هو دخل فيها، دوامة التصرفات القهرية، فهو شايف خلاص إن الحل إن أنا أتخلص من حياتي والعياذ بالله. ودي بتكون مرحلة شديدة جدا اللي هي مرحلة متأخرة، يعني عشان برضو الناس ما تقلقش، لأن الوسواس القهري أصبح منتشر دلوقتي جدا يا أستاذة حنان، حتى ما بين الشباب والشابات اللي في سن المراهقة. بيغسل إيده كتير، أفكاره بتجيله لا نسيت أقفل الباب، لا نسيت المفتاح، لا نسيت الموبايل، الحاجات دي يعني ما زلنا إن شاء الله نقدر نسيطر عليها، ولكن مش كل مريض وسواس قهري لازم يوصل لمرحلة الإدمان ومرحلة التفكير في الانتحار. نعم، ما هذا هو، هذه المضاعفات اللي إحنا ما نبغى نوصل لها، لكن إنه كمان ما ناخذ الأمر إنه موضوع سهل. أولاً إحنا ما نحاول ندعم هذا الشخص إنه يكون له عون. ثانياً مسألة إنه أحياناً الواحد بيستخف، يعني بيقول ما أنت يعني لازم هذه تكون زي ده وإلا أنت ما راح ترتاحي، بس بنقولها بطريقة كاستخفاف، استهزاء يعني. بالضبط. فكمان ما نكون بالطريقة هذه، لا بالعكس، ندعم، نشوف إذا بدأنا ننتبه، نحاول إن إحنا ندعمهم، إن إحنا نفهم إنه هذا الإنسان يعني في وضع قهري، ونشوف إيش العلاج، أو نقدر نساعده، أو إنه حتى نشوف هل هو منتبه للشيء اللي قاعد يعمله. لأنه في طبعا فئة من الناس هي واعية إنه الفكرة، يعني هذه الأفكار يعني غير منطقية، يعني إنه أنا عشان لازم أعمل هذا الشيء عشان نتخلص من الفكرة الفلانية، هو مش منطقي، بس هو حاسس إنه مجبر أو يعني قهري، الأمر قهري فلازم يعمله. بس في ناس يعني مش شايفين إنه في ربط ما بين الاثنين، فممكن يكون شيء من إنه طيب هو يعني الشيء كذا كذا كذا، طيب يعني محاولة إنه يكون في، نحاول إنه نخلي الشخص هذا يتكلم معانا، طيب ليش عملت الشيء هذا، أو إيش يعني الرابط ما بين الحاجة اللي عملتها نحاول والفكرة نشوف هي وجهة نظره إيه، الفكرة في دماغه إيه، أنا بتصرف التصرف ده بناء على إيه. أنت شايف إن المكان ده مش نظيف، طيب خلينا نتناقش، لأن كمان فكرة العلاج السلوكي المعرفي هو بياخده للمنطق.
الطبيب او المعالج النفسي بيبدا يفكك معاه الافكار دي ويبدا يكلمه ويقنعه ان التصرفات دي غير صحيحه. هنتكلم عنها، ولكن خلينا نشوف طرق العلاج الاول. يعني احنا اكتشفنا ان احنا عندنا حد سواء في العيله او من الاصدقاء او من الاقارب، خلاص هو عرفنا انه مريض وسواس قهري. هل بنبدا معاه على طول انه يروح لطبيب نفسي ويبدا ياخد علاج، ولا بنبدا بالعلاج السلوكي المعرفي الاول ممكن يجيب معاه نتيجه وخصوصا لو في الاول ويتعالج، ولا لا لازم الاتنين مع بعض؟ هو يعني قبل ما نقول إنه هو فعلا عنده وسواس قهري ولا إحنا بس بنشوف الأعراض وبنخمن، فلكن التشخيص بيكون من خلال طبيب أو مستشار نفسي مختص. لأنه في أحيان كثيرة يعني الشخص اللي قاعد يعمله بالنسبة للي أنا متعودة عليه كثير، يعني أنا بفسره على أنه وسواس قهري، لكن مثلا ممكن نكون إحنا من أسرتين مختلفتين، فهم طريقتهم في ترتيب والتنظيف أو أيوة. طريقة معينة في أشياء معينة. بالنسبة لينا إحنا يعني ما يعني بالنسبة لينا أوفر زي ما يقولوا too much كثيرة. بالضبط. يعني أيوة مستوى النظافة في بيتي غير مستوى النظافة في بيت صديقتي في جارتي، فكل بيت له طبعه. نعم، ففي النظافة في الترتيب أيضا في أشياء معينة، فإحنا ما ننط على طول نقول لا هو عنده أوعية عندها، لكن إذا حسينا إنه لا في حاجات كده مختلفة وبعد الكلام حسينا إنه لا يعني هي عبارة مش وجهة فقط نظر أو إنه كده تربوا، لا في حاجة زيادة، ساعتها يعني ممكن أقترح إنه طيب ليش ما تشوف دكتور أو ليش ما تشوف طبيب. طبعا لو هو صغير هم الأب والأم هم اللي يقرروا إنه ياخذوه لطبيب مختص أو طبيب أو مستشار نفسي مختص. تمام. فهنا هو أولا يكون في يعني تشخيص هل هذا فعلا شيء ده ولا لا. بالضبط، ثانيا نتأكد من التشخيص الأول. نتأكد أيوة. ثانيا إن يكون في ما بين حاجة مش لازم علاج دوائي وسلوكي في نفس الوقت. لما نقول دوائي بمعنى إنه ياخذ أدوية معينة في فترة معينة إلى آخره، والطبيب اللي بيقول الشيء هذا. والسلوكي هو عبارة عن ثيرابي، يعني بيكون جلسات نفسية. أيوة. مع مستشار نفسي. تمام. فالاثنين، هل لازم الاثنين مع بعض؟ مش لازم، يعتمد على يعني المرحلة اللي هو فيها. يعني حسب البحوث العلاج السلوكي بيكون تأثيره يعني يبدأ يبان أسرع. العلاج الدوائي وممكن يكون محتاجه، لكن لازم كمان المريض يكون عارف، أتوقع أن الطبيب هذا حيقول الشيء هذا، إنه المفعول يبدأ بياخد تقريبا حوالي 3 شهور على ما تبدأ تشوف تغيير، على ما نشوف بداية تأثر أو بداية يعني إن المفعول يبان. أيوة. فالعلاج السلوكي بالعادة المفعول بيكون يعني بيبان أسرع، لكن مش إنه الدوائي مش شغال أصلا، لكن لازم على الأقل تدي 3 شهور، بعدها تقرر إنه نغير الدواء أو الدواء غير مناسب إلى آخره. فحاليا لأنه أنا في بريطانيا، فهذا الشيئين اللي يعني الطبيب بعد التشخيص ينصح بيهم. ما في أشياء أخرى ممكن تكون يعني أصعب أو أسوأ، أتوقع أنها في بريطانيا على الأقل يعني في أوروبا مش ما بتكون موجودة. ما أقدر يعني أعلق على أي حاجة تانية بتحصل في بلاد أخرى. تمام. طيب يعني بعض الأسر أو المحيطين بالشخص المريض بالوسواس القهري أوقات بيبقوا شايفين إن العنف هيجيب معاه نتيجة، إن أنا لما أعنفه وأقول له يلا اطلع من الحمام أو يلا يعني سيب اللي في إيدك وانزلي خلاص البيت بقى نظيف، وأنا لما تقعد تزعق فيه وتجبره إنه يخلص الحاجة اللي هو بيعملها، شايفة إن ده تكراره هيخليه يقلع عن الوسواس. هل الطريقة دي صحيحة ممكن تجيب معاه نتيجة ولا ممكن تجيب نتيجة عكسية؟ طيب، فإحنا في البداية يعني قلنا إنه هذا الإنسان حاسس إنه في حالة قهر، إنه لازم يتصرف بطريقة معينة عشان يتخلص من هذه الأفكار اللي مسيطرة عليه. فيعني أنا قاعدة أكلم الناس اللي زي ما قلتي بفكرين هذا التصرف صحيح، هذا الإنسان حاسس إنه في قهر أصلا، مقهور، فإحنا بنزيد عليه قهرا لما بنعنفه، فهو بيكون عنده قهر داخلي وقهر خارجي. يعني ده بيزود الأمر سوء.
طبعا، لأنه إحنا ممكن، لكن إحنا لو فهمنا إيش هو الوسواس القهري، ومن الكلام يعني دينا يعني كذا فكرة، وأي واحد ممكن يروح ويقرأ أكتر على الإنترنت. لكن هل العنف حيساعد الشخص اللي هو حاسس أصلا إنه هو في حلقة مفرغة لازم يعمل ألف عشان يتخلص من باء وفي حالة قلق دائم؟ ولكن التعنيف أو العنف حيزيد عليه قلق، حيزيد على قلقه، حيحس إنه مقهور من جوا ومقهور من برا. فهذا بالعكس، يعني إحنا كأننا بندفعه على إنه يكتم من الأشياء اللي بتساعد في في شفائه وكمان الوسواس ويكتم القهري. مشاعره. أيوة، لكن الأشياء اللي بتساعد إنه هو يقدر يحاول إنه يفهم إنه هذه فقط أفكار، وإنه هو يقدر عنده القدرة إنه يحطها إنه هذه فقط أفكار، مش لازم إني أتصرف على أساسها. لكن لما إحنا بنستخدم العنف، فإحنا بنخلي الإنسان هذا يحس إنه أنا ما عندي قدرة إني أعمل أي شيء، حتى الأشياء اللي فعلا يقدر يعملها يقرر إنه ما يقدر يعملها. بالضبط. طب أخيرا يا أستاذة حنان، رسالة اطمئنان وهدوء وسلام لكل شخص عارف إنه عنده الوسواس القهري بيسمعنا النهاردة من خلال برنامج قوارير، حضرتك تطمنيه بإيه وتنصحيه بإيه؟ أولا إني أقول إنه فعلا يعني هذه الأفكار وهذه الأعراض والسلوكيات صعبة، وأكيد إنها بتأثر على حياتك بشكل عام، تفكيرك، حتى كمان كيف إنك حتقرر إنك تتعامل مع الناس. يعني هذا الشيء بيكون صعب، مش سهل. واعتبره هو ابتلاء من رب العالمين. أيوة، بس مش امتحان يعني أو ابتلاء كعقاب، لكن كل إنسان منا ربنا سبحانه وتعالى بيحطه في ابتلاء معين، امتحان معين حسب شخصيته، حسب وضعه في الحياة، وبس، مش لأنه عقاب أو لأنه حاجة يعني كنت تكون يعني عملتها. رفع لدرجاته، وإذا أحب الله عبدا ابتلاه. صحيح. فيعني هذا بيساعد إنه هذا الوضع اللي أنا فيه مش وضع، هو يعني وضع من أوضاع الحياة. في ناس ابتلاهم بأشياء معينة، هذا الابتلاء اللي عندي. ثانيا إنه تتذكر إنه الحواجز والأفكار الغير مرغوب فيها السيئة هذه كلنا بنمر فيها، لكن التحدي اللي موجود اللي لازم تتعامل معاه هو إنه كيف أفصل الاثنين، إنه ما أوصل مرحلة، كيف إنه على الأقل إنه أتذكر إنه هذه الأفكار ما تمثلني أنا، ما صارت جزء من هويتي أنا، إنه هذه أفكاري أنا، دائما حفكر بالطريقة هذه، وإني أقدر أفصل ما بين إنه هذه الأفكار هذه أفكار سيئة، هذه أفكار صعبة، لكن إن تدي نفسك مساحة ما بين الفكرة والسلوك. هذا ممكن يحاول يساعد، إنه هذه حاجة حتقدر تعملها، ممكن صعبة في البداية، لكن مع الممارسة إن شاء الله حتكون أسهل. وأطلب الدعم، لا تنحرج، يعني حيكون في خوف بالذات إذا الناس حواليك ما متعودين، لكن أطلب الدعم أولا من الله سبحانه وتعالى، ثانيا مختصين، في ناس قريبين منك حيفهموا، يمكن ما يفهم في الأول لكن حيفهموا، وإن شاء الله حيكون في دعم موجود. يا رب، اللهم امين. بشكر حضرتك في النهايه الاستاذه حنان بشير، الباحثه في الدراسات الاسلاميه والصحه النفسيه، على وجود حضرتك معانا اليوم، ونسال الله الشفاء والعافيه لكل مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. انتهت حلقه قوارير اليوم، والى ان نلقاكم نترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.